السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم ان شاء الله وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب. النهاردة الجمعة. دي التراب يا ولاد، دي التراب، دي المقابر اللي أنا ساكنة جنبها. السلام عليكم يا ولاد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم الصادقون ونحن اللاحقون. دي المقابر، دي المقابر اللي احنا ساكنين جنبها. واللي مش عاجبه يشد في حواجبه، بس مش قوي، مش قوي، بالراحة. دي المقابر اللي احنا ساكنين، ده عزب. كل دي كانت ناس عايشة وماشية على الأرض وتحلم وتتأمل في الدنيا، ونفسها تعمل ونفسها تسوي. أجمل شيء إن أنت تقعد كده كل شوية تفتكر إن أنت في الآخر كل اللي بتعمله هتبقى هنا، هتبقى في المكان ده. بس راحة نفسية والله يا ولاد، راحة نفسية مفيش بعد كده. يعني عايزة اقول لكم ان انا اختي رحمة الله عليها، هي وحماتي وحماية، شايفين الشجرة اللي هناك دي الكبيرة اللي هي جنبها قبة دي. انا هكبر لكم الصورة. الشجرة الكبيرة دي الضخمة الضخمة اللي هناك دي، شايفين الإصبع عليها بالظبط. الشجرة دي تحتها أختي، المقابر بتاعت أختي وحماتي وحماية رحمة الله عليهم. وبكرة وبعده هبقى معاهم إن شاء الله، وكلنا هنبقى مع بعض. فوق يا أختي انت وهي، فوق مفيش حاجة دايمة، ما دايم إلا وجه الله. صدقوا ان انا عايزه اقول لكم ان في تربه هنا. صغر بس الصوره التاني. في تربه هنا من الترب، يمكن التربه اللي هي عليها الشجر دي، اللي هي متحوطه بالشجره دي، اللي فيها القبه، اللي هي القب دي، شايفينها قريبه جدا اهي. القبه بتاعتها متحوطه بالشجر. عايزه اقول لكم ان القبه ان التربه دي قبل ما تتبني بقى المدافن ديت كانت التربة ديت باينة، كانت ظاهرة. أول حد اتدفن فيها كان شاب عنده 15 سنة. كان جات له حمى، أنا ما أعرفوش، رحمة الله عليه. ربنا يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب. بس شفت امه وهي بتصوت وبتصرخ، كنت لسه جديده في المكان هنا. وشفت الكفن يا ولاد، والله العظيم شفت الميت وهم بيطلعوه من النعش عشان يدفنوه. وقتها بقى كنت عايزه اقول لكم اني قعدت 3 ايام ما كنتش بعرف انام. كنت تعبانه نفسيا وكنت خايفه، ولكن مع الوقت اتعودت. مش تعود قد ما هو تأمل في الدنيا وفي اللي بيحصل فيها في الآخرة. يعني انك تربط الدنيا بالآخرة، وتعرف دي آخرها دي، هترتاح. أمي ربنا يديها الصحة لغاية دلوقتي بتخاف تيجي والله العظيم بجد بتخاف تيجي تنام عندي، بتخاف تيجي تبات عندي او تقعد عندي. ولو جت تخليني انام جنبها، يعني تبقى عايزاني ان انا انام في حضنها يعني. بتخاف خالص، بتقول لي ازاي قاعده جنب التراب دي، ازاي قاعده جنب المقابر دي، انت ما بتخافيش، انت ما بتترعبيش. نخاف من ايه؟ طب ما احنا كده، ما احنا يعني لو خفنا معناها ان احنا مش مؤمنين بوجود ان في موت وفي بعث وفي حساب وفي اكيد يعني هنموت كلنا. يعني اشمعنى الناس دي اللي ماتت؟ يعني هو ده غريبة يعني ان الناس دي، ما احنا هنموت، يبقى احنا مش مصدقين ومش متوقعين ان احنا هنموت. كون ان انت
او ان انت تخافي من المقابر، يبقى اذا انت مش مصدقه نفسك ان انت هتموتي، او مش متخيله او مش متوقعه ان انت هيجي يوم وهتموتي. ما هو ده المثوى الاخير. ما دي ده بقى البيوت بتاعتنا اللي هتبقى ايه، قبل بقى قبل الاخره، يعني قبل يوم القيامه. كلنا هنموت، كلنا هندفن هنا. بس عايزه اقول لكم ان المدافن دي مش شرعيه. معلش يا ولاد، قفلت الفيديو رجعت لكم تاني. الواد عبد الرحمن كان بينده عليا، كان الميه قطعت عليه في الحمام وكان بيستحمى، فبيقول لي افتح الموتور. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان المدافن دي مش شرعيه. التراب دي مش شرعيه، المقابر دي مش شرعيه. المفروض ان الدفن بيبقى تحت الارض، يا اما بالعرض كده او بال او بان احنا بندفن في الجبل بالعرض. يعني ازاي بالعرض؟ يعني عند بيت جدي وعمامي بيدفنوا في الجبل. بس بيدفنوا ازاي؟ بيحفروا في الجبل، جوه الجبل كده، وبيدفنوا. اما الدفن فوق سطح الارض ده مش شرعي. ده في شك كده، يعني في مش هو ده المدافن. المفروض الدفن الميت بيبقى تحت الارض، بنحفر في الارض، يبقى تحت الارض. ده كل ده مدفون فوق الارض. المدافن دي مش شرعيه. المهم، في ناس لسه ما خلصتش الظهر، لسه في جوامع لسه ما خلصتش. الجامع اللي جنبنا ده، المسجد اللي جنبنا خلص بقاله 5 دقايق او 10 دقايق. الجو سخن جدا النهارده. يعني احنا داخلين على 10 من يعني النهارده 8، النهارده 8 سبتمبر، ومع ذلك الجو لسه نار. الله المستعان. كنا زمان والله يا ولاد، كنا زمان كنا في شهر 9 ده، كنا في شهر 8 بنغسل البطاطين، نطلعها. كان بيبقى فيه سقعة، كنا بنطلع البطاطين ونغسلها. شايفين الدنيا بتتغير ازاي، والحال بيتلخبط ازاي. الله المستعان. وريتكم التراب اهو. والله المفروض كنت رحت زرت النهارده، او مرحتش امبارح ولا الاسبوع اللي فات ولا اللي قبله. بقالي فتره كبيره ما رحتش زرت، يعني يمكن بقالي 3 اسابيع. جالي فرصه ان انا اسكن فين؟ عارفين العماره اللي هناك دي اللي عند شبكه المحمول؟ اها العماره اللي هي مش اللي جنب المحمول بالظبط، لا، العماره اللي جنبها، البرج اللي هو اللي جنبها بعدها بشويه. جالي عرض ان انا اخد شقه فيها. فين؟ في الدور التاني. ويعني الدور التاني ده حلو، يعني بالنسبه ان انا هنا ساكنه في الخامس، وكمان في اسانسير. بس والله رفضت، والشقه 120 متر، بس رفضت. عارفين ليه بقى رفضت موضوع ان انا اسكن هناك وما رضيتش امشي من هنا؟ طبعا ناس كتير هتقول لي يا سلام، معقوله جالك عرض زي كده وقاعده في التراب او في المقابر؟ يا جماعه الخير، انا مش قاعده في المقابر. المقابر ورايا، لكن قدامي مدينه تاني. وديكوا شايفين اهو، دي بيوت وعماير وابراج مبنيه في وش المقابر، لكن انا المقابر ورايا. شايفين البيوت اللي هناك دي؟ المقابر بقى في وشها. يعني فيهم ناس، انا مره عديت من هناك، كنت رايحه ازور، لان البوابه في بوابات تبقى مقفوله، فاضطريت ان اعدي من هناك. فشفت ناس نشره بطاطين كانت غسلاها، ناس كانوا غاسلين بطاطين ونشرينها فوق التراب. يعني التراب في وشهم عدل، زي كده، زي التراب دي. فبيروحوا ناشرين فوق الحوائط دي. بس هم بقى بصراحه منظفين يعني فوق التراب، مش مخليين فيه تراب ولا زباله، ولا ناس بترمي زباله زي كده. فالمهم ان انا موافقتش. ليه؟ عشان انا مرتبطين هنا بالمسجد، مرتبطين بالمسجد، لانه تحس ان هو يعني بقى خلاص حاجه في روحنا وفي دمنا. زوجي ربنا يديله الصحه بينزل يصلي كل الاوقات فيه،
الفجر، الظهر، العصر، المغرب، لا طبعا بيبقى في الشغل، العشاء بيجي يصلي. ف خلاص اتعودنا على كده. وبعدين عظة والله العظيم، ما أجمل العظة إنك تفتكر إن أنت كل اللي أنت فيه ده في الآخر هوا. في الآخر الناس دي كانت كلها عندها آمال وعندها أحلام ونفسها تعيش، وكانت بتاكل وتشرب وواقفة وماشية، فكانت حياة، يعني كانت ماشية، كانت عايشة حياة برضه. وفي الآخر